بوكو أعلنت عن موبايلها الجديد سي 75، وزي ما عودناكم إننا بنجيب الموبايلات الجديدة أول بأول. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض محتويات العلبة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو انبوكسنج جديد مع بوكو سي 75. زي ما واضح معانا العلبه باللون الاصفر المعتاد اللي عليها الاسم، ومن الجنب ده هنلاقيه بيجي بنظام هايبر او اس، ومن ورا مواصفات الموبايل. والنسخه اللي معانا باللون الاسود مع 256 جيجا مع 8 جيجا رام. نشيل الاستيكر من على العلبه ونتاكد ان اللزقه دي موجوده. نفتح العلبه دي ونقول بسم الله، واول ما نفتحها هنلاقي الموبايل بالاستيكر اللي عليه المواصفات بتاعته. هنركنه على جنب دلوقتي ونشوف العلبه دي فيها ايه. اول حاجه في ظهرها دبوس الشريحه، ومن جواها الاستيكرات الخاصه ببوكو كالعاده، واخيرا الورق الخاص بالارشادات والتعليمات اللي هنركنه هو كمان على جنب. نيجي بقى للعلبه، كمان هنلاقي الشاحن ال 33 واط. الشاحن ده سريع، مع العلم ان الموبايل اخره بيدعم 18 واط بس. نيجي بقى النجم الفيديو بتاعنا هو بوكو سي 75، وزي ما احنا شايفين كده شكله هو يعتبر الريدمي 14 سي اللي اتكلمت عنه في فيديوهين كاملين على القناه، تقدر تشوفهم من الروابط اللي بالوصف. بس الفرق بينه وبين اللي معانا هنا ان الظهر على جزئين، الجزء اللي فوق اللامع بدايره الكاميرا البارزه بالشكل ده، وتحتها الجزء المط اللي فيه شعار بوكو بالشكل المعتاد. والجزء ده مميز لانه مش هيخلي الموبايل يبصم معاك بالاستخدام اليومي، لان الحته دي اللي دايما بنمسك منها الموبايل. الانطباع الاول عن التصميم انه شيك وعجبني، وانا عايز اعرف رايك كمان في التعليقات. ومن هنا هنلاحظ ان الكاميرا ثنائيه، مش زي ما واضح كده لاول نظره انها رباعيه، لان اللي فوق ده فلاش واللي تحت مكتوب عليها ان الكاميرا دي بتيجي 50 ميجا، وهنتكلم عنها بالتفاصيل في الفيديو الجاي. في الاطار من اليمين هنلاقي موجود زرار الباور اللي مدمج فيه البصمه، ومن فوقهم زراير التحكم في الصوت. اما من فوق مش هنلاقي اي حاجه غير منفذ ال 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري. من تحت بقى موجود المايك والسماعه الخارجيه ومنفذ الشحن التايب سي. في الاطار من الشمال هنلاقي منفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال وميموري خارجي بمنفذ منفصل. وهنا الاستيكر اللي عليه مواصفات الموبايل، نشيله ونفتح الموبايل. واول حاجه خدت بالي منها ان الحواف السفليه للاسف كبيره بشكل ملحوظ، وممكن تتضايق منها لاول نظره، بس برضو ده موبايل اقتصادي في الاول وفي الاخر. البصمه زي ما قلت لك في زرار الباور، والموبايل بيجي شغال بنظام هايبر او اس زي ما قلت لك في بدايه الفيديو مع الاندرويد 14. دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. وبعد ما شفنا محتويات العلبه قول لي في التعليقات ايه رايك في الموبايل كانطباع اول، واستناني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هنشوف فيه مميزات وعيوب الموبايل. عشان لحد هنا اكون وصلت لنهايه الفيديو، اللي لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت جديد معانا شرفني بالاشتراك في القناه. خلينا نوصل ل 50 الف مشترك. شكرا على المشاهده، وشكرا 49 الف مشترك. مع السلامه.